بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا اشطر كتكوت، هتعملي لنا اكل حلو ايه النهارده؟ اعمل لك شويه اجنحه دجاج انما ايش كريسبي مقرمش يستاهلوا حنكه، وشويه مكرونه بالصلصه 100. الله، بس تقييم ال100 دوت سيبهولي انا عشان هلعب معاكي لعبه حلوه جدا. ويا ترى ايه هي اللعبه؟ بص يا ستي، لو 100 هتاخدي ال100، انما لو 50% هتاخدي ال50، انما بقى لو 20% هتبقى وعيتك مش معديه. اللي بيقول ما بيعملش. طب يلا بينا. يلا بينا. فانزل اشتر كتكوت حله وعلى النار واشعلها يا مدير، وننزل بقى فيها باجنحه الدجاج بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وهوبا شقلبات دبل كيك ونشقلطها كده كلها في قلب بعضها الاول، وننزل عليهم بالبصيلات ونص مكعب مرقه لتعزيز الطعم، ونمطيها بالفلفل والملح، ندوب حته زبده لزوم الزفلطه، ناخدهم بقى واحده يمين في شمال وشمال في يمين وفوق وتحت وتحت وفوق، واديله ادي واديله لحد ما يبتدي ريحتهم تطلع معايا. ننزل بالطماطميات وعشان الريحه مشت زي حالاتي قصيره ومش طايله زودها شويه ميه، ونحطوها لحد ما يستوي، ونعمل لها لايم. وتربيه الاجنحه المقرمشه بقى هننزل ب3 معالق دقيق، وعليهم بصله مبشوره بميتها، وعليهم بيضه من فرخه عزبه، وهننزل بكوبايه لبن نص ونص تدريجيا. هننزل بالنص الاولاني، وهننزل عليهم بشويه خل تفاح زيكم تفاح بس شويه كده، هنعايره بالغطا بتاع القنينه، وهننزل بيه كده. وللبهارات شويه فلفل اسمرين وبهارات دجاج وشويه من الكركم، ونمطرها بالملح بس ما تكتريش، ودرمغهم كلهم كده في قلب بعضهم لحد ما كله امتزج مع بعض. اسقسلهم كده شويه لبن بسم الله، واقلب تاني عشان اشوف هيحتاج تاني ولا لا. وكده القوام المطلوب اللي احنا محتاجينه. وننزل بقى كده في الاجنحه بتاعتنا ونقلبهم تاني كلهم في قلب بعض كده لحد ما يشربوا من التتبيله ويرتووا كده من كتر الشرب اللي هم هيشربوه. ونظبطوا زبده تمن خمس دقايق ونتركوهم شويه في الثلاجه على مجهز المكرونه. وصلصه المكرونه ركزي معايا، طماطم وتوم وفلفل حسب الرغبه، وشويه فلفل اسمرين وشويه ملحوم، واساسي مكعب مرقه. نشربهم شويه ميه، نحطهم في خلاطنا الجميل، واخلط يا خليط واضرب يا بريه. جبت الكسرونه بتاعتي حطيتها، وهننزل بالخلطبيطه في قلب الكسرونه بتاعتي، عليهم خيط زيت رفيع. تقلبهم تقليبه كده في قلب بعضهم بقى، تقليبه صغيره او كبيره مش فارقه، وشعلها يا مدير. هنا بعد الميه المكرونه ما غليت حان وقت سلق المكرونه. وبعد المكرونه بتاعتي ما اتسلقت وصوت بالشكل ده، جيب الصلصه اللي انا عملتها وننزل بيها تدريجيا عشان لو مش محتاجه صلصه كتير ما نكترلهاش، وناخدها بقى نقلبها كلها في قلب بعضها كده لما اشربها المكرونه كويس. اهم حاجه تبقى معاكي بتبظ وبتلوظ. وعشان نعمل شويه بطاطس محامير مقرمشين نجيب حاجه غوصه نحطها على النار. وطبعا البطاطس ما بتحلاش غير بزيت التموين. بعد ما الزيت سخن ننزل البطاطس عشان تعمل كده، ونجيب الاجنحه متدلجه عشان نعمل لها الخلطه بقى. نجيب فيجيتار اكسترا كريسبي بس يكون بعيد المقاطعه، ونطلع كده من الخلطه اللي احنا عاملينها بس نمرمغها كويس، وبعد كده نحطها في الفيجيتار. بعد كده حطيها وكبسيها بالشكل ده. ومن التتبيله على زيت البطاطس وهو غزير كده وسخن، يعني ما تحطيش فيها كتير. طلعوهم بقى كده من الزيت، تجربه شكلها هتنجح. بصوا اللون الذهبي. وبكده بقى السفره اللذيذه الجميله بتاعتنا كده جهزت، وعلى الاكل على طول وهم يا جمل. ونقوله هيدي بسم الله كده وندوقه. شكل الاختراع اللي انت عملتيه هينفع يا اشطر كتكوت. بسم الله. سامعين القرمشه؟ انها حقا رائعه. خيارية عملت الصايه وعلقت مكرونه كده. تعالى كتكوت بسم الله. هنا نجربوا القرمشه تاني. تعالوا كده نشوفوا التفاصيل والديتيلز كده. الله الله، ايش هذا الجمال يا قمر. انا كده اديكي 100% في التقييم. مبارك عليكي ب100 بلبل يا جميل. بجد والله انا مش مصدقه نفسي. بجد الاكل عجبك؟ طب اقول لك ايه، ما انا اقول لك حاجه حلوه، ما تيجي كلنا نلعبوا نفس اللعبه. نلعبه ما نلعبوش ليه طالما الاكل هيطلع جميل وباللذيذه والطعامه دي. ما تنسوش بقى لايك والكومنت والشير، واتمنوا لنا من قلبكم الخير. سلام عليكم.